كبة مشوية من إيدين سورية، هاي الطريقة الأصلية 100% مع أسرار نجاحها وما بتفرط بالشوي ولا بصر لشي. تعالوا نبلش بالطريقة. بالبداية ممكن نستخدم يا أما برغل عمقي الأسمر أو البرغل الأشقر. كيلو واحد من البرغل، بعدين بنغمره بشوية مي دافية، ما نكتر مي، فقط غمره، نتركه شغلة 3/4 ساعة لنص ساعة حتى يتشرب. جهزت هون عندي اللحمة الهبرة للحشوة، كمان نحتاج للحشوة تقريبا 700 غرام لحمة. قلبتن بشوية زيت مع رشة بهارات بسيطة، وكتروا كمان بصل، كل ما كترنا بصل كل ما كانت أطيب، هيك برأيي. في ناس ما بتحب. حطيت لهم البهارات، البابريكا، هيل ناعم، شوية فلفل أسود، بهار ماجي، ومعلقتين دبس فليف لحدة ضرورية لتطلع طيبة. والعجينة حطيت لبصلة بعد ما تشرب معنا البرغل تمام، شايفين ما شاء الله كيف، ومعلقة بابريكا وملح وفلفل أسود. بنديرن على الماكينة أول وش من دون لحمة، والوش الثاني بنضيف له 600 غرام لحمة هبرة خالية من أي عروق دهنة، ما بدنا إياها مشان ما تفرط بالشوي. بعدين بنكرر العملية تقريبا، طحنتهم 3 مرات. بنرجع للحشوة، بنضيف للرمان بعد ما بردت، والشحمة تقريبا 600 غرام شحمة و200 غرام دهنة وجوز. هي الخلطة لازم تجربوها مع الكثير من دبس الرمان. بس جربتوا هي الخلطة مستحيل بقى تعملوا غير. هلا أنا بسمع إنه بحلب بيضيفوا لنا نعناع يابس، فما بعرف مدى صحة هالشغلة، ممكن تكتبوا لي بالكومنتات إذا بتعرفوا بنحط الله ولا لا، وشكلتهم بهالطريقة هاي وبنشويهم على المنقل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك. سلام.